يا مساء الفل عليكم. تعالوا، مش معقول ما يكونيش لسه ما جربتيش الوصفه دي. رخيصه وماليه السوق، وهتعملي صينيه الكل هينبهر بيها وهينبهر من طعمتها ومن حلاوتها. بجد وصفه خطيره فوق ما تتخيلوا. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول، واستنوا معانا لاخر الفيديو علشان تشوفوا الوصفه الجميله دي طلعت معانا ازاي، وطلعت من ايه، من حاجات بسيطه جدا هتطلعي ألذ وصفه. بص يا ست الحبايب، معايا هنا 2 حبة من البطاطا او 500 جرام، اللي هي نص كيلو بطاطا يعني. وهنبتدي ان احنا نقطعها. طبعا غسلين البطاطا كويس جدا، اي نوع من البطاطا. البطاطا دلوقتي متواجدة في السوق بقى. عايزين نعمل البطاطا بكل انواعها بكل اشكالها. بنقطعها مكعبات وبننزل عليها بربع كوباية من اللبن، وبنرفعهم على النار لمدة ربع ساعة كده على نار هادية، لغاية اما البطاطا بتاعتي تستوي خالص. ونطفي عليها ونسيبها تبرد، يعني نضربها بالهاند بلندر يا في الخلاط. بعد كده بجيب كوبايه من دقيق السمولينا او السميد بتاع البسبوسه، بنزل عليهم بمعلقتين من جوز الهند، وكمان ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح، وربع كوبايه من السكر. بقلبهم كلهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بعد كده يا ست الحبايب هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت او السمنه المتواجد عندك. انا نزلت هنا بنص كوبايه من الزيت. ودي طبعا البطاطا بتاعتي بعد ما اتسلقت وبردت، ببتدي ان انا اضربها بالهاند بلندر او بالخلاط. انا ضربتها بصراحة بالخلاط علشان الهاند بلندر بتاعي بايظ، فاستعملت الخلاط كالعادة يعني، اللي متواجد في كل البيوت، او بالهراسة. المهم ان انت تعمليها ناعمة. بعد كده بنزل عليهم بنص كوباية من الحليب وبقلبهم بالشكل ده. بجيب الصينية اللي معايا دي مقاس 30. ببتدي ان انا يا ست الحبايب انزل في الخليط بالصينيه بتاعتي كده. بيكون دهناها دهنه من الزيت، دهنه من الزيت او السمنه او الزبده المتواجد. طبعا انا دهنتها دهنه من السمنه. ببتدي ان انا اساوي الصينيه بتاعتي واظبطها كده. وبيكون مشغله الفرن بتاعي لدرجه حراره 200. بتاخد مننا بالظبط من ربع ساعه لتلت ساعه بيكون استوت معانا. بعد كده بنزل ب3/4 كوبايه من السكر عليهم كوبايه من الميه. برفعهم على النار لمدة 10 دقايق، وعصير نص ليمونة. وبقلبهم كده من النص بس السكر يدوب معايا، وبرفعهم على النار. وبعد كده بندخلها الفرن بقى. بتطلع معانا الصينية بالشكل دوت. بيكون الشربات بتاعنا طبعا بالشكل ده. هي الشربات يعني سخن، مش سخن قوي، دافي يعني. والصينية بتاعتي بتبقى جهزت معايا بالشكل دوت. ببتدي بقى ان انا اسقيها. بتشرب الشربات زي ما انتم شايفين كده، الشربات كله ما بتسيبش ولا نقطة. وكمان يعني ده شكلها هي ما شاء الله. بعد ما شربت الشربات وبردت، هبتدي بقى ان انا ارش عليها اي نوع مكسرات موجودة عندك. لو مش عندك مكسرات وعايزة ان انتي تقدميها عادي كده، بجد طعمها خطير والكل هينبهر من طعمها. بجد طعمها حلو جدا. ما تخيلتش لما تيجي تعملي البطاطا وتحطي معاها السميد بتاع البسبوسة، هتطلع كده حاجة خطيرة بمعنى كلمة خطيرة. بجد طعمها حلو جدا، متماسكة، وزي ما انتم شايفين كده لمعة حلوة وخطيرة بمعنى كلمة خطيرة. حاجة كده فوق الوصف. لو عجبك الفيديو شير ولايك واشتراك علشان يوصل لك كل جديد. ما تنسيش لايك.